السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. ربنا يجبر خواطركم جبرا يتعجب به أهل السماوات والأرض. تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وتعالوا نشوفوا هنعمل ايه. بس أنا عايزة منكم أسألكم سؤال، انتوا بتخافوا تعملوا لايك للفيديو؟ ما تزعلونيش منكم، يلا وشجعوني عشان أكمل. معانا كيلو الا ربع سمنة بلدي، هنعمل احلى شوية مرتة من السمنة الفلاح. هنسيحهم على النار حلو كده، حطينا عليهم معلقة ونص ملح زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، مع التقليب المستمر. ما تسيبيهاش تاخد لون عن كده عشان ما تتحركش منك. هنطفي عليها النار، تقلبي قعرها حلو الاول عشان لو ما فيش حاجة لازقة، لو حاجة لازقة فيه. طفي عليها النار وهتشيليها من على العين بتاع البوتاجاز دي خالص بعد ما تهدى خالص. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. قلبيها شويه كده عشان ما يبقاش فيها حاجه عايمه على الوش خالص من السمنه بتاعت المرته بتاعتي. تنسوش اللايك والاشتراك بالقناه يا اغلى اخوات واحلى عيله، تبخلوش علي. زي ما انتوا شايفين انا ايدي فيها على طول بقى الفتره الاخيره دي كده عشان ما تتحركش منك وتلزق في الحل. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. يا بركة بسم الله. في اختي وحبيبه في الفيديو بتاع النايت قالت لي في لبن. ايوه في كوبايه لبن دافي، كوبايه زيت، نص كوبايه زيت ونص 3/4 كوبايه سكر وكوبايه لبن دافي، مش سخنه جو ولا دافيه برضو جو، حاجه بسيطه كده. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ده لسه لا اله الا الله. هنعمل منها مرتة وهنعمل سمنة تحطها في البرطمان معاك في التلاجة، منين ما تحتاجيها تاخديها على الرخام هتسيبيه. المهم تعمليها حلو على النار عشان تغيب معاك على الرخامة بره، متعملش ريحة منك. طبعا بعد ما طفينا النار نجناها على العين التانية باردة كده عشان ما تنهاش تغلي ياما وتاخد لون من تحت. هنسيبها تبرد وهنعبيها في البرطمان. بسم الله ما شاء الله. لا اله الا الله. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده سيبناها بردت حلو. لا اله الا الله. وهنحطها في برطمان نضيف عندك، هتحطها فيه بعد ما يبرد عشان البرطمان لو جزاز ما يطرشكش، ولو بلاستيك ما يسحش منك. اهم حاجه تسيبها تبرد شويه. وهنسخن المرته بتاعتها على النار، حابه نحمرها كمان لو حابه تاكلها كده عادي، ولو حابه تحطها في المشي برضو كده عادي. تنسوش تعملوا لايك واشتراك بالقناه يا احلى واغلى اخوات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب هب لي من لدنك فرحة، فإن لا قوة لقلبي إلا بك. ربي أسألك بعظمتك ألا تجعل للحزن مكانا في قلوبنا، وإن ضاقت بنا الأحوال يوما وسعها لنا برحمتك. يا رب بشرنا بشارة خير في أيامنا القادمة تفرح بها قلوبنا وننسى بها همومنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.